السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناتكم وصفات أم سعد. كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله فيديو جديد، وصفة جديدة، وكيف ما عودتكم دائما وصفة سهلة بسيطة سريعة جدا، بدون دلك، بدون أي مجهود، أيضا بدون دقيق أبيض. كيف ما كتطلبوا مني الوصفات اللي بدون دقيق أبيض، سهلة وسريعة جدا، ممكن تحضريها في آخر لحظة، وإن شاء الله غادي تنال الإعجاب ديالكم، لان ما فيها لا تعب لا حتى شي حاجه، وكتجي هشيشه كتذوب في الفم. ممكن تحضريها لوجبات الافطار او الكوتي. بلا ما نطول عليكم، كنقول لكم احبكم في الله، الله يحفظكم ليا، الله يفرحكم كاملين وييسر لكم جميع اموركم. ما تنسونيش باكثر عدد من اللايكات والبارطاج. ويلا نبدا على بركه الله. بسم الله على بركه الله. في إناء غادي نحتاجو كأس ونصف من الحليب يكون دافئ، وبالنسبة للكأس الوزن ديالو 150 مليلتر، دائما العبار بكأس العنبة، يعني محتاجين كوب ونصف من الحليب دافئ. عندي ملعقة غير ممتلئة كبيرة من خميرة الخبز أو الخميرة الفورية، ممكن إضافة أقل أو أكثر على حسب الجو، واش ساخن ولا بارد. ثم كنجيب الفوي وكنخلط مزيان ديك الخميرة مع الحليب باش كتطلق عندي الخميرة. غادي نضيفو ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ممكن انكم تعوضوها بالزيت النباتية. ثم غادي نخلط جيدا. هنايا غادي نضيف كأس من الدقيق القمح الفينو او السميد الناعم جدا. بالنسبة للكأس الوزن ديالو 125 غرام. غادي نخلط مزيان، وغادي نضيف الكأس الثاني. نضيف ايضا هنا الملح حسب الذوق، تقريبا ملعقة طعام صغيرة. وغادي نضيف كيف قلت لكم الكأس الثاني من الدقيق القمح الفينو او دقيق القمح الصلب، او كيسموه في بعض الدول سميد ناعم جدا. كنخلط مزيان، من بعد غادي نزول الفوي وغنبدا كنخدم العجين بيديا، لان عجينة اليوم بدون دلك، فقط غادي غير نخلطوها وغادي نحتفظوا بها على جنب تختمر. هنا ضفت الكوب الثالث. باش تنجح معنا العجينه ديال اليوم ضروري نخليوها شي شويه مرخوفه، ما نقصحوهاش، لان قصحناها ما غتجيناش ناجحه 100%. ضروري شي شويه كنرخفوها، ماشي بزاف، وانما تكون قابطه راسها وفي نفس الوقت نحسوا بها طريه، يعني نخليو الدقيق ديال القمح واحد المجال فين كيتشرب. هنايا مباشره ضفت نصف كوب اخر، يعني في المجموع غادي تاخذ ليا 3 ديال الكؤوس ونصف من الدقيق القمح الفينو او سميد ناعم جدا. مباشره كنجمع العجين ديالي، غير كنتاكد انها تجمعت مزيان. غادي نغطيه على بلاستيك غذائي ونخليها تختمر جيدا. القوام كيف شفتوا معايا راهو شويه كيلتصق في اليديه، ولكن كنحس بالعجينه ديالي راه مجموعه وكنتحكم فيها. كنغطي عليها هنايا بلاستيك غذائي وكنخليها تختمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها. هنايا من بعد ما اختمرات غادي نزولها من البول ونحطها فوق طاوله العمل. هنا كنخدمها لمده دقيقه او اقل فقط، يعني باش كنخدموا بهذه الطريقه حنا ما كندلكوهاش وكنحصلوا على عجين لينه. غادي نقسم العجين ديالي الى جوج ديال القطع، ثم ندهنهم بالزيت ونغلفهم ببلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا اقل من 5 دقائق، لان العجينه مختمره كيرتاحوا بسرعه. مباشره هنا غنبدا كنبسط في العجين ديالي باش نحضروا فطائر اليوم ان شاء الله، اللي هما مزيج من يعني مذاق الملوي وايضا مخمر. يعني غادي نحضروا واحد المخمر اللي تيكون بهذه الطريقه ساهل بسيط، غنعطي لكم بابسط طريقه على الاطلاق. كندهن بالزبده، ثم كنرش بالدقيق الفينو، وكنتني بهذا الشكل. دائما كنرش بشويه الزبده ونرش كذلك بدقيق الفينو. ما كنبسطوهاش بزاف لانها خامره، فقط غنكتفيو غير بهذا الشكل اللي شفتوا معايا في الصوره. حاولوا اننا ما كنبسطوهاش بزاف، غير كنبسطوه على شكل مستطيل بهذا الشكل، لان العجين ديالنا خامره كتبسط بسرعه. عفوا. غادي نضيف هنايا الزبده، ثم غنرش بدقيق القمح او الفينو، وكنتني العجين ديالي بهذا الشكل، ثم كنتنيه من الجهه الاخرى ونحصل على جوج ديال المستطيلات بهذا الشكل. مباشره نخليها كترتاح غير دقيقه فقط، كنحس بها انها طلقات، وغنبدا كنطلقها بهذه الطريقه وانا كنلف من الجهه الاخرى. ونحاولوا اننا ما نزيروش اللفه، كنلفو ما كنزيروش. دائما كنستعانوا بالزيت وكنبسطوا وكنجمعوا هكا العجين بهذه الطريقه، او كنلفوها بهذه الطريقه.
من بعد في الاخير كنشد الاطراف وكنحطهم في الجوانب وكنجمع العجينه ديالي بهذه الطريقه ونحصل على خبيزه بهذا الشكل. نحطها على جنب وبنفس الطريقه نعاود معكم مره اخرى. وغادي نحضروهم ان شاء الله بحجم كبير، شي حاجه اللي سهله وبسيطه ممكن في اخر لحظه تحضريها لوليداتك. ايضا ممكن تحضريها في وقت اعداد الشاي، ما تجي فين تعمري بريرة ديال الاتاي. غادي تحضري هاد جوج خبيزات اللي هما ساهلين بساط، ممكن تحضريهم كيف قلت لكم الفطور او الكوتي، شي حاجه طوب وغادي تعتمدوهم ان شاء الله من بعد ما غادي تجربوهم. هنايا مباشره نغطيه عليهم بلاستيك غذائي تقريبا كيف قلت لكم غير دقيقه، لان العجين مختمره راها كترتاح بسرعه. حتى بالنسبه للعجين باش تختمر لكم بسرعه، في الاول ملي كتعجنوها ممكن تاخذوا واحد شويه الماء سخون وتحطوا فيه داك البول، راها كتختمر غير في 10 دقائق، يعني بسرعه كتختمر الا كنتو مزروبين. هنايا مباشره كيف شفتوا معايا نبدا كنبسط في العجين ديالي، وهنا كنبسطها غير بالاصابع ونستعنوا دائما بالزيت. وفي هاد الوقيته راني حطيت المقلاة كتسخن فوق النار تكون متوسطه، كنرشها بشويه ديال الزيت هنا في مقلاة. وغادي نجيب الخبيزه ديالي هنا كيف شفتوا معايا راني كنتني على باش كيسهل عليا انني نهزها وما تقطعش لي العجين لانها هشيشه. مباشره هنايا كنحاول انني نرشها قليل من الزيت هكا من الفوق، غير كتقبض راسها نحس بها بدات كتحمر من الاسفل، غادي نقلبها للجهه الاخرى وردوا ليها البال لان العجينه هشيشه بزاف وكتحمر بسرعه، لان حنا عاجنينها بالحليب كتحمر بسرعه. وبالنسبه للاخوات اللي ما كيبغيوش الحليب ممكن تعوضوه بالماء، غير هو الحليب كيعطي لدقيق القمح واحد الهشاشه احسن من الماء. كيف شفتوا معايا تطيب بسرعه. هنايا غادي نزولها ونجيب كذلك المسمنه او الخبيزه الثانيه بنفس الطريقه. دائما كنرش شويه ديال الزيت وكنرمي الخبيزه ديالي ثم كندهنها بالزيت بهذه الطريقه، والنار تكون متوسطه دائما غير كتحمر من الاسفل. كنقلبها للجهه الاخرى، ممكن انكم تخدموهم صغار الا بغيتوا. وهنايا غادي نكمل نتلاقى معكم في الشكل النهائي. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال المخمر ديال اليوم او فطائر او خبيزات للفطور هشاش كيذوبوا في الفم. هنا كنقترح عليكم انني ندهنهم بشويه ديال الزبده بلديه او شويه ديال العسل الحر، كتجي رائعه جدا هاد الوصفه، كتجي هشيشه كتذوب في الفم. ممكن انكم تناولوها مع كاس ديال الشاي. نتمنى انكم تجربوها لانها فعلا تستحق التجربه. وانا غادي ندهنها بشويه ديال العسل، وهنا كيبقى اختياري ممكن دهنوه بالعسل او لا على حسب الرغبه. كنقدمها لكم بالصحه والراحه ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها كيف ما جربتوا جميع الوصفات. ايضا سهله وبسيطه هذه الوصفه وبدون دقيق ابيض، كتجي هشيشه كتذوب في الفم. ممكن انكم تغلظوها او ترقوها اكثر من هكا على حسب الرغبه. انا اكتفيت بهذه الطريقه وهانتم غنوريكم عن قرب كيف كتجي من الداخل. راها النتيجه واضحه كل وضوح، هشيشه كتذوب في الفم وتتجي مرقه من الداخل واخا هي خامره. يعني المخمر ديالنا شي حاجه اللي طب. قدمتها لكم بالصحه والراحه، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. وصلنا نهايه ديال الفيديو، اشكركم جزيل الشكر على المتابعه، احبكم في الله. ما تنسونيش باكثر عدد من اللايكات والبارطاج. خليتكم على خير، دمتم في رعايه الله وحفظه. الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم، ما تنسوش تهلاو ليا في روسكم.